كان اسمه عمر، بس السحرة قالت ده أسد. اتولد في بيت بسيط سنة 1858 في شرق ليبيا. من صغره حفظ القرآن، اتربى على الدين والكرامة، درس على إيد كبار علماء السنوسية. كان هادي حكيم، بس جواه نار. لما كبر ما اختارش الجاه ولا المناصب، اختار الطريق الصعب، يمشي في الجبل، يعلم الناس، يفهمهم إن الحرية مش حلم، الحرية حق. حد سأل نفسه إزاي راجل طيب شيخ متدين يتحول بعد سن 50 لقائد مقاومة ضد أقوى جيش في أوروبا وقتها؟ عمر المختار كان حلم بلده في صورة إنسان. في الفيديو اللي جاي هتشوفوا إزاي الراجل ده دوخ الطليان سنين.